جلاش بالكريمه والكنافه ده ولا بقلاوه يا جماعه، حاجه تحفه، روعه روعه الروعه، تقدري تعمليه في البيت بكل سهوله يا ست الكل. عندنا 2 كوب من الحليب وتلات معالق من النشا الكبار، بنقلبهم، بنحط السكر، نحطهم على النار لحد ما يربطوا معانا. طبعا عندنا الجلاش بتاعنا طبعا من التين والسمنه بتاعتنا كده بالتناسق. طبعا عندنا كنافه طبعا محمصينها من غير سمنه ولا اي حاجه كده على الناشف. وعندنا الكريمه بتاعتنا بعد ما استوت بقى من غير سكر خالص، كله كده من غير سكر ولا سمنه. مفيش غير بس الجلاش اللي واخد معانا سمنه. وعندنا الفرن مسخن مسبقا على درجه حراره 170، بتاخد معانا من 25 دقيقة ل 30 دقيقة. بندخلها الفرن. طبعا عندنا صاج دهنينه سمنة كده زي ما انتم شايفين، وبنبدأ نرص بقى. وبنتم برضو الجلاش من على الوش كده سمنة طبعا. وطبعا زي ما انتم شايفين الكريمة بقى والكنافة هندخلها على درجة حرارة 170 زي ما قلنا. ندخله الفرن بعد ما طلع بقى الشربات بقى من كوبايتين سكر وكوباية مية، شربات تقيل كده وهو سخن كده، الشربات يكون بارد. حاجة تحفة، تقدري تعملي الحالة دي ليكي في البيت. وكل سنة وانتم طيبين، مبارك عليكم حبايبي واخواتي، كل سنة وانتم طيبين.